التاريخ الإسلامي بيضم مجموعة من الآثار المليانة بالقصص اللي بتدور حوالين كل أثر، بترجع لعصور وأزمنة قديمة جدا. اللي هنشوفه دلوقتي وهنحكي عنه بيرجع لعصر الدولة الفاطمية. فيديو جديد ومعلومة بسيطة من سفح جبل المقطم بمنطقة الأباجية، واللي شايفينه ده يقال عليه إنه مشهد إخوة يوسف. ليه اتسمى بمشهد يوسف وإيه حكايته؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. حكاية بنائه بتقول إن في يوم من الأيام نام رجل صالح كان دايما بيقعد هنا عند القرافة وبيقرأ سورة يوسف. وفي يوم من الأيام نام الرجل بعد القراءة وجاله حد في المنام وقال له: من أنت؟ ومن أعلمك بقصتنا؟ فرد الرجل وقال له: إن أنا متعود أقرأ سورة يوسف من كتاب الله اللي أنزل على سيدنا محمد. فأنت مين؟ فأجابه: أنا روبيل ابن يعقوب ابن بني إسرائيل، أحد إخوة يوسف، وإن ده المكان اللي مدفونين فيه. وبعدين لما صحي الراجل عرف الناس بالحكاية وحكى الحلم للخليفة، وأجمعوا على بناء المشهد في نفس المكان اللي شاف فيه الرؤية، وفي نفس المكان اتبنى المشهد ده بسبب رؤية الرجل الصالح، وهو أثر مسجل في وزارة الآثار.